ما هو السر في صورة كريستيانو رونالدو وميسي؟ وماذا يشاهد داخل الحقيبة التي تم تصويرها؟ قام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد والأرجنتيني ليونيل ميسي بنشر صورة لهما في الوقت الواحد عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت حيرة الجماهير عن سر نشرها في التوقيت الحالي قبيل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022. وظهر ميسي ورونالدو في صورة وهما يلعبان الشطرنج ضمن ترويج لدار الأزياء العالمية والسلع الفاخرة لويس فيتون. ونشر نجم كرة القدم العالمية ميسي ورونالدو صورة تجمعهما يلعبان الشطرنج على حقيبة من لويس فيتون. الصورة التي جمعت ميسي ورونالدو لها عدة دلالات ولها علاقة بلعبة الشطرنج وأيضا ببطل العالم ماغنوس كارلسن. وعلقت لويس فيتون: الفوز هو حالة ذهنية، التقليد الطويل في صناعة الحقائب. واستطاعت العلامة التجارية الشهيرة لويس فيتون جمع كريستيانو رونالدو وميسي في إعلان مدفوع لأول مرة في تاريخهما، وهو أمر لم يحدث من قبل بين الثنائي الأشهر في عالم كرة القدم، حيث جاءت حملة تحت عنوان النصر هو حالة ذهنية. وقد لاحظ محبو رياضة الشطرنج أن قطع الشطرنج الموضوعة على حقيبة لويس فيتون كانت مطابقة تماما لمباراة الشهيرة في سباق بين البطلين الأمريكي المخضرم هيكارو ناكامورا وخصمه النرويجي ماغنوس كارلسن. وبدوره كتب ماغنوس كارلسن عبر حسابه في تويتر: إن الثنائي أكبر منافسة في عصرنا، تقليد الأعظم، في إشارة إلى مواجهته مع ناكامورا. ولأول مرة في لعبة الشطرنج تنتهي مباراة البطلين بالتعادل، وهذه أول مرة تحصل في عالم الشطرنج بين بطلين عالميين وفي مباراة معروفة، أو بالأحرى بطولة عالمية. وبحسب الموقع الرسمي للدار صممت لويس فيتون حقائب تحمل كأس العالم لبطولات 2010 و14 و2018. ويذكر الموقع: تم تصميم حقائب كأس العالم بعناية لحماية ونقل كأس العالم البالغ 6.17 كيلوغراما من الذهب عيار 18 قيراطا. وتعتبر هذه الحقيبة الآنقة وسيلة كريمة وذكية لنقل وعرض أكبر جائزة في العالم وبالخصوص في كرة القدم. وتكمل هذه الحقيبة الآنقة ارتباطا لويس فيتون الذي استمر 160 عاما مع الأساطير من ملوك وكتاب ومستكشفين إلى أكثر كأس شهرة في العالم. وقد حطمت هذه الصورة كل الأرقام القياسية، حيث بلغت 40 مليون إعجاب على منصة إنستغرام، حيث أنه لم يسبق لأحد أن وصل إلى هذا الرقم من قبل، سواء على منصة إنستغرام أو غيرها. وتعد أسرع وأكبر صورة انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي. وتستمر هذه الصورة في تحطيم الأرقام القياسية، حيث تصدرت كل عناوين الصحف والجرائد في العالم. وهنا نصل إلى سؤال الحلقة: في نظرك من هو أفضل لاعب في العالم؟ ومن هو المرشح الأول لنيل جائزة كأس العالم؟ اتركوا لنا تعليقاتكم وآراءكم أسفل الفيديو، ونراكم في حلقات قادمة إن شاء الله.